في ملتقى يوم المهنة العاشر الذي نظمته جامعة حفر الباطن في المقر الجديد لكلية العلوم والآداب للبنات بالخفتي، غابت ورش العمل والمحاضرات، ودار الحديث بين الشباب عن وجود كبرى الشركات لاستقبال طلبات التوظيف، إلا أنهم اصطدموا بوجود قلة من المشاركين وأماكن فارغة لشركات لم تحضر، بيد أن المنظمين للملتقى أكدوا أن الهدف من إقامته لتعريف الطلاب والزوار بالفرص والمزايا الوظيفية المتوفرة لدى الجهات المشاركة. يوم المهنة هذا هو اليوم العاشر الذي تقيمه جامعة حفر الباطن، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. طبعا ما في شك أن أحد أهداف يوم المهنة هو ربط الجامعة بالصناعة سواء بالتوظيف أو التدريب، هذا الهدف الأساسي. في هدف آخر أيضا اللي هو تعريف الطلاب بحاجات الصناعة، وبالتالي اختار الطالب التخصص المناسب له حتى يكمل اختار التخصص المناسب له في مسيرته العلمية والأكاديمية. اليوم الأول كان متاحا لطلاب جامعة حفر الباطن، وفي اليوم التالي استقبل الزوار من شباب الخفتي وخارجها، حيث تحدثوا أن ما سمعوه كان عن وجود شركات للتوظيف وليس عرضا للتخصصات والنسب والمزايا الوظيفية. سمعنا وما شفنا شيء، مثل يعني قالوا فيه 18 شركة تقريبا، موجود 4، واكثر حضور الشركات توظيفها قالوا بجيزان او تبوك، والى الان يعني ما شفنا شيء. هدفنا الجاي على قلة سنة، يعني شيء سيء صراحة. قالوا في وظائف من الكلام، ما شفنا شيء. للاسف جيت وما حصلت تقريبا لا شركتين او 3 شركات، فاغلبهم يعني يقولون قدم وان شاء الله نرد لك خبر يعني بس كذا، واني ماخذ اجازة عن الدوام يومين عشان اجي اقدم وكذا، وللاسف والله ما حصلت شيء. لكن للاسف بعضهم قالوا قدم عن طريق الموقع، دام يعني هو جاي هنا ما يحتاج انه يقول يعني قدم عن طريق الموقع. يبغون مهندسين، وهذا اغلب الموجودين يعني حقين البكالوريوس والدبلوم، بس مهندسين ما اتوقع يعني فيه. قالوا لنا طال عمرك انهم فتحوا 14 شركة او اكثر بعد، وجينا ولا حصلنا الا اقل من 4 شركات. اخذ سمعة كذا على الفاضي. شهد الملتقى في يومه الأول افتتاح محافظ الخفتي للأركان المشاركة، والتي كان نصفها غائبا عدا 8 شركات، ولم يستغرق الافتتاح أكثر من 10 دقائق، كما أن الحفل الخطابي لم يستغرق سوى 5 دقائق، تضمن تكريم الداعمين للملتقى فقط، فيما غابت كلمة معالي مدير الجامعة للحديث عن الملتقى في كلمة تعريفية، ما يشير إلى أن إقامة الملتقى جاءت لأجل الإقامة في فروع الجامعة فقط، دون النظر لإيجابية ومخرجات الملتقى على أرض الواقع. لأبعاد الخفتي، أحمد غالي.